السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهاردة هنعمل أكل ايه. كل يوم بقى محتارين في الأكل والحاجات دي، فكلنا بصراحة نفسنا ناكل كشري. فطبعا أنا عملت ايه، نقعت الحمص من بالليل عشان ما ياخدش معايا وقت في السوى، وده العدس غسلته مرة واتنين لحد ما خليته كده زي الفل، وبعدين حطيته في الحلة وحطيت عليه المية وميه الحمص كده. شطفت الحمص غيرته كذا مره، يجي مرتين ثلاثه كده بالليل، وبعد كده حطيته برده في الميه اهوت. وكل ما بلاقي بصوا البتاع الابيض اللي على الوش ده انتوا شايفينه دوت، بشيله بالمعلقه. وبصوا حاجه كده ايه، البقوليات بالذات، البقوليات لازم يكون الغطا مكشوف، ما تغطيش البقوليات. العدس، الفاصوليا، اللوبيا، اي حاجه بتتسلق ما تغطيهاش. اهو بصوا زي ما انتوا شايفين كده من على الجنب بشيل ليه، عشان ما ترجعش تاني في قلب الحمص. الحاجات دي بتبقى سموم، فاهميني؟ ولازم بقى ايه، تكون الحاجه مكشوفه كده عشان الحاجات البخار اللي هو فيه السموم والحاجات ديت من البقوليات تتشال، فاهميني؟ يعني البتاع اللي هو فيه اللي هو الرغوه ديت تطلع في البخار، ما تبقاش في الحاجه تاني ترجع تاني لها في السليق. والحله اللي على النار ديت هسلق فيها بقى المكرونه اللي هي بتاعه الكشري والاسباجيتي والحاجات دي زي ما انتوا شايفين. تابع بقى مع بعض نشوف هنعمل الكشري ازاي بطريقه سهله خالص ومش بياخد معاكي وقت. في ناس بقى بتروح عامله ايه، حاطه بقى المكرونه مع الحمص مع العدس كله في قلب بعضه كده وتعمله في حله واحده كده سليق مره واحده. لكن انا بصراحه بحب اعمل كل حاجه لوحدها، احنا مش مستعجلين، اليوم طويل وكل حاجه لوحدها كده، كل واحده لها سوى غير التاني. يعني العدس له سوى، الحمص له سوى، المكرونه لها سوى، فما ينفعش كله يتحط في قلب بعضه. في حاجات كده بتلاقي اتهرت لما بتحطها في الحله الواحده، في حاجات بتلاقي يعني ممكن الشعريه تلاقيها مهريه قوي، ممكن المكرونه تتهري قوي، فبلاش الحركه دي. هي بتوفر كتير في الحلل وفي الوقت وفي حاجات كتير، ولكن لا كده احسن. بتاكلي طبق كشري حلو كده، طبق كشري ايه محترم زي ما بيقولوا، طبق كشري مصري كده من الاخر. يلا بقى نكمل مع بعض. بصوا بقى يا بنات اهوت كده خلاص. عملت بصل وحطيت كده الماده الدهنيه، معلقه سمنه كده مع شويه زيت حلوين، وخلاص بقى الميه غاليه. حطيت بقى جميع المكرونات اللي انا عايزاها اهو. اهم حاجه في الموضوع تحطوا شويه ملح وشويه زيت، واخدين بالكم. بصوا احنا النوبه عامله مكرونه من اللي هي الصغيره دي اللي هي بتاعت التحمير. بصوا الميه كتير ازاي عشان تتسلق كده براحتها وتطلع حلوه كده. بصوا يا بنات هحط كام فص توم كده، حطيت في البتاع اهو. البتاعه دي خطيره بتاعت التوم، احنا عندنا الهون بس البتاعه دي حلوه قوي بتخلص بسرعه. بصوا تطلع عامله ازاي، فرم جامد يعني. خلص بقى كل التوم ده، كام احط كام بس فص توم، وبعد كده انزل بالقط. بصوا يا بنات كده خلاص المكرونه استوت. ده حطيت بقى الطماطم، خلاص كنت مفرزه طماطم، حاطه فيها فلفل احمر مشطشط شويه وبنجر وزي العسل. القوطه بقى تتسبك، هي كده اصلا واخده نص تسبيكه. هصفي بقى المكرونه وارجع نكمل بقيه الاكل. زي ما انا صفيت المكرونه نفس الحله اللي انا كنت بسلق فيها، حطيت شويه زيت ومعلقه سمنه برده واحمر كيس الشعريه كده، وحطيت شويه ملح ومكعب مرق يطعم كده ليا الشعريه، عشان لما اقلب بقى المكرونه كله في قلب بعض يبقى مطعم كده طعم حلو وتبقى مسكره. كله برده في نفس الحله. هذا الصلصه على النار هتتسبك، واخدين بالكم. يبقى لونها بقى ذهبي، وبعد كده انزل بالميه كده بقى. خلاص الشعريه اتحمرت، لازم يبقى لونها ذهبي غامق كده. بصوا يا بنات اهو، عشان تبقى كده باينه في المكرونه. وحطيت بقى زي ما قلت لكم شويه ملح ومكعب مرق. اول ما تستوي على طول خلاص استوت، اروح حاطه بقى كل الحاجات، العدس والحمص والمكرونه وكله، واقلبهم في قلب بعض كده. يبقى خلصنا من الحاجات اللي هي بتاعت المسلوقه كلها كده. خلاص الشعريه اتشربت ووطيت عليها. هبتدي بقى دلوقتي اعمل التوم. بصوا
عملت كام فص توم اللي هي الدقه بتاعت التوم، وشويه سمنه صغيرين خالص. ماشي. بصوا يا دوبك تشويحه بسيطه خالص كده. بصوا انا بعملها بكذا طريقه، ساعات اخلي الميه تغلي وبعد كده انزل بالثوم في الميه والبهار، واحط معلقتين من الصلصه اللي احنا عاملينها اللي هي صلصه الطماطم. والنوبه دي بقى انا حابه ان انا اعمل الثوم كده. بصوا بقى اهو تروحي نازله عليه بمعلقتين خل، نتقلب لحد ما خلص الثوم والخل كده يهدوا اهم. وبعد كده اعمل هنزل بالميه دي الدقه بتاعت الثوم. حط بقى زي ما انت عايز، حط 3 كوبايات عشان احنا بنحب الدقه بتاعت الثوم. وهعمل وهناخد معلقتين من الصلصه بتاعت الطماطم. خلاص بسم الله ما شاء الله اللهم بارك زي العسل. ما حطيتش خلي بالكم لسه بهار، البهارات هحطها خالص اما الاقي الصلصه عملت خالص. بصوا اهو كام معلقه كده، حطيت 3 معالق اهو. احط بقى على الدقه دي بقى شويه فلفل اسمر وشويه كمون و7 بهارات والملح وخلاص. بصوا لون الدقه جميل ازاي. بصوا يا بنات التوم جميل اهو. تغلي بقى غلوه واروح جايه طافيه عليه. بصوا بقى حطيت كل البهار اهو عشان خلاص البتاعه فاضل لها كام غلوه كده وخلاص هي اتسبكت. حطيت البهار وحطيت الملح وحطيت مكعب مرق وخلاص. بصوا وحطيت الملح، حطيت معلقه سكر صغيره عشان الحموضه. وهنا برضو في الدقه بتاعت التوم حطيت برضو كل البهار زي ما انتم شايفين كده. بصوا احلى دقه معاكم زي العسل، بالهنا والشفا على كل اللي هياكل. اكله كده عسل اقسم بالله، كشري مصري اصيل. قولوا لنا بقى مين اللي بيعمل كده، بيحط الكشري في الكيس وياكل بالطريقه دي. انا وولادي نفس الحركه دي بنحب كده. وبنتي بتقول لي ده احلى كشري. ايوه يا ماما. مين اللي بيعمل كده يا بنات قولوا لي. تعالوا يلا اتفضلوا كلوا معايا، اكتبوا لي في التعليقات مين اللي بيعمل حركه الكيس دي. بصوا بقى يا بنات على الحلويات. بصوا الدقه بتاعت التوم عامله ازاي. هنغرب بقى الاكل. تعالوا بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا نغرف بقى. بصوا احنا قلبنا كله في قلب بعض. ايه رايكم بقى في الجمال ده. بصوا كل حاجه بصوا مفرفشه ازاي. بيقولوا اسمها ايه يا حنين؟ انت حنين بتقول انت احلى واحده بتعملي كشري. احكموا انتوا بقى، بس ممكن تكون عشان هي بنتي فبتقول كده. ده بجد، ده بجد. الا بقى ما بتجيبوا يا جماعه مكرونه متوسطه يعني اكبر من دي سيكه كده، تبقى حلوه برضو على فكره، تبقى جميله قوي. انا بحب اغرف لهم في الصواني كده عشان يبقى يعني ياكلوا ويشبعوا كده وتبقى شكلها جميل زي ما يكون كده عاملين عزوم. بصوا كده اهو اول صينيه. لو لا بقى نكمل خلاص غرفنا كده المكرونه كده بقى. نحط الدقه الجميله دي في الاطباق العسل. بصوا عامله ازاي. حتى فيها صلصه الطماطم بقى مروقين عليه. ايه رايكم بقى. وحطيت دقه في الكيس بتاعي اهو زي والله. ما كانت بتعمل كده ازاي. حطيت ولا عسل. بصوا بقى اقول لكم على حاجه حلوه كده. بصوا الصلصه، بصوا الشطه اهي. على فكره انا عصرت ليمونه هنا في الدقه عشان نسيت بس اصورها. بصوا دي فلفل شطه اهوت، والشطه بروح واخده كده من صلصه الطماطم عشان الناس اللي بتقول الشطه بتتعمل ازاي. اهو بصوا اخد حبه كمان اهو وبقلبها اهو. الشطه كمان حبه عشان تبقى حلوه كده. بصوا بقى
طبقين عشان يبقى طبق جنب الصينيه دي وطبق جنب الصينيه دي. في ناس بقى بتروح قادحه شويه زيت وحاطه فيها الشطه ومقلبه فيها وبعد كده بتنزل بالصلصه، بس بتقلب المكان وهتقعدوا تعطسوا وهيبقى نهاركوا ابيض. يلا تعالى نكمل بقى ونغرف الصلصه ايه رايكم بقى في الاكل يا جماعه؟ صلصه وشطه ودقه ومخلل خيار مخللين. ايه رايك يا ام محمد؟ ايه رايك؟ تعمل لكم لايك انها في الصمت. مش انت اللي بتتكلمش. بس عم تهزر مع العيال، بقول لها اصبري ما نختم الفيديو. انا بحب الكشري بتاعك يا محمد والله، يا رب يخليك. احسن من اي حد من بره. يلا سلام.